السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة طيبة ومباركة عليكم بإذن الله تعالى. الجمعة التانية من شهر رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير، وأعاد الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. لعبة وبيلعبها اتحاد الكرة ولصالح مين؟ إلغاء الدوري. وبالليل طلع علينا مرتضى منصور في استقبال بالطبل والمزمار البلدي في داخل نادي الزمالك، وعنده حكم محكمة القضاء الإداري بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك. يا ترى هو برضه بيعاند مين؟ ولكن في البداية يا سادة، خلونا أول حاجة نقول يا ريت اللي مش مشترك معانا في القناة يتكرم علينا باشتراك في القناة ولايك على الفيديو دعما لحبيبك وأخوك سوبر أهلاوي. ولعبة جديدة وعملها العطار مع جمال علام، اللي هي ان هما عايزين يترمخوا ويلغوا بطولة الدوري اللي الاهلي السنة دي من حقه بطولة الدوري اللي فارق فيها بكتير. اقرب المنافسين نادي فيوتشر بنقطتين عن الاهلي، فارق عن فيوتشر بنقطتين، وغير كده وكده الاهلي ليه 3 مباريات مؤجلة. اذا لو اتلعبوا ان شاء الله والفوز يكون حليف النادي الاهلي فيهم، يعني 11 نقطة. يعني النادي الاهلي ممكن يحسم بطولة الدوري قبل نهايتها، مش اقل من 4 5 اسابيع على اقل الموسم ده. لكن يطلع علينا امبارح في مباراة الاسماعيلي وسموحة ومباراة البنك الاهلي وانبي، ويلغوا موضوع الفيديو او الفار، ويقول لك عربية الفار ما راحتش علشان تنقل المباريات، او حكم الفار مش موجود علشان اتحاد الكرة عايز فلوس من الأندية. ولكن كان طلع وليد العطار في شهر فبراير الماضي وقال لك ان اتحاد الكرة اتفق مع الشركة الأسبانية لتقنية الفار ان هما هيجيبوا معدات احدث من دي، وكمان اتفقوا على جدولة الديون القديمة بالجنيه المصري وبسعر الدولار القديم. قلنا ماشي، برافو. ايه اللي حصل بقى النهارده او امبارح بالليل علشان تقام مباريات من غير تقنية الفيديو؟ ده اول حاجة بقى في اللائحة. اي دوري في العالم بيبدأ بلائحة، يبدأ الموسم بلائحة وينتهي بنفس اللائحة، مفيش تغيير. يبقى من حق نادي سموحة امبارح ومن حق البنك الاهلي امبارح يتقدموا بطلب اعادة المباراة، لان ده لو كان الفيديو اشتغل في اثناء المباراة وتوقف او حصل عطل عادي المباراة تكمل. ولكن في حاجة بخصوص اللائحة بتقول ان لازم يكون في فيديو، لان ده اللائحة بتقول من بداية الموسم ان في عربية فيديو او فار تكون شغالة علشان حكم الفار، علشان يعني الحاجات المستحدثة في كرة القدم. كده في حاجة ناقصة من اللائحة مش موجودة. يبقى الحق نادي سموحة يطالب بإعادة المباراة ونادي البنك الأهلي يطالب بإعادة المباراة تاني، وده حقهم ورسمي. والحمد لله إن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية امبارح طلع واعترض على اللي حصل من اتحاد الكرة، لأن اتحاد الكرة ليه ديون كتيرة عند الأندية. طب ما تاخد من نادي الزمالك اللي أنت عيدت له 3 لعيبة من غير ما تاخد ولا مليم، وانت ليك عنده 88 مليون جنيه. ليه ما تاخدش من نادي الزمالك؟ ليه ما تاخدش من الأندية اللي عليها ديون لقيد لاعبين؟ وكمان أحمد دياب قال لك إن الأندية كانت مسددة ثمن الفار والتقنيات الحديثة اللي هي تقنية الحكم الرابع أو تقنية الفيديو علشان الدفعة دي بالكامل. ملناش دعوه باحنا الديون، لكن اللعبه اللي انتوا بتلعبوها وليد العطار وجمال علام بسبب الغاء الدوري عشان الاهلي فرق، وعلشان حاجه تانية على فكره الزمالك لحد الان في المركز الخامس، يعني بالكتير قوي ممكن الموسم الجاي ما يلعبش دوري ابطال افريقيا ولا يحصل اساسا كونفدراليه. علشان كده
عايزين يلغوا الدوري علشان يدخلوا الزمالك فين؟ في دوري ابطال افريقيا الموسم اللي جاي ان شاء الله. وده بعينك يا جمال يا علام، انت ووليد العطار. ومرتضى منصور ظهر علينا بالليل داخل نادي الزمالك، مع قبليها ب3 4 ساعات كان عنده حكم قضائي من القضاء الإداري بيقول بعزل أو أمر بعزل مرتضى منصور وإزالة عضويته من نادي الزمالك. طب هو بيتحدى مين لما رايح نادي الزمالك ومستقبلينه بالطبل والمزمار وبيسقفوا له، وجايب طبعا اللي هم الجماعه اللي تابعه، بس على فكره كل اللي كان حوالين مرتضى منصور ده اللي هو تابعه وتابع عياله، علشان بيبينوا للصوره ان الناس مستقبلاه على احر من الجمر. وده كلام فاضي وعارم تماما من الصحه. وطلع برضه بيخبط ويقول لك محمود الخطيب انا دخلت السجن اسد وطلعت منه اسد، ومش هعتذر لمحمود الخطيب مع ان ما حدش قال له اعتذر. وقبل كده هو اللي كان عاوز يبوس على رجل محمود الخطيب، ومحمود الخطيب قال له مش هقبل اعتذار، انا بيني وبينك قضيه محاكم. ولكن طلع بيهبل في الكلام تاني ورجع بيهبط كتير قوي قوي. ويا ترى هو معاند مين بقى لما عنده حكم قضائي ولحد الان ما قدرش او ما نفذهوش؟ وفين وزير الرياضه من اللي بيحصل دوت؟ فين وزير الرياضه؟ وفي الختام يا سادة ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك على الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.